السلام عليكم متابعين ومتابعات قناة نانا شوبينغ أكادير. مرحبا بكم من جديد، فيديو جديد. فيديو ديال اليوم كيضم بزاف ديال المعلومات، منهم وصفات، هميزات، وكذلك تنظيف، وكذلك عرض عمل لكل سيده كنقدمهم لك ان شاء الله في هذا الفيديو. بالنسبه لهذا الصباح البنات نط ناشطه فرحانه، هو هذاك صايبت شويه ديال الكريب للدراري، وكذلك حطيت شويه اليدام. حنا المغاربه ضروري فاش نغمسوا في الصباح شويه الزويته، كوفيتير، شويه الجبن، وكذلك عسيله. والدراري صايبت لهم الحليب مع الشكلاط، وانا حمرت لي شويه لي توست لان على حساب الريجيم وهذا. وكذلك عمرت براد ديال الاتاي. ما يمكنش تكون نقولوا فطور مغربي وما يكونش براد ديال الاتاي، وانا من عشاق الاتاي بالنعناع. داكشي علاش كنحط ضروري بريريت ديال الاتاي. المهم البنات، الا وصلتوا لهاد النقطه ومازال ما اشتركتيش معايا في القناه، هبطي ديري اشتراك، وكذلك ضغطي على زر الجرس باش دائما يوصلك الجديد معايا. حاجه وحده اللي بغيت نعطيكم معلومه كنديرها انا دائما البنات، كنصبن بالليل. يعني بالليل قبل ما نعس كندير الماكينه تصبن، وفي الصباح كنهز الحوايج ونشرهم. اللي عندها الوليدات كيكون عندها لي زونغاجمون بزاف بلوس الخدمه وهذا، راه اكيد وملي كنقولوا صباح كله نشاط وحيويه اكيد كنقصدوا بان الكوزينه ديجا مجموعه، لان ما يمكنش انك تصبحي على كوزينه مرونه وانت تكوني ناشطه. هنا البنات كنبارطاجي معكم كوزينتي كيفاش كتكون في الصباح، وكذلك بغيت نبارطاجي معكم السخان الكهربائي انه حالته اكسبري خليته هكا باش هكا نشارك معكم. بالنسبه للكوان كافي كيجيني بزاف اسئله عليها. هنايا البنات فين كنشري لي كابسول؟ بالنسبه لي كابسول موجودين في الاسواق الكبرى بحال اسواق سلام، كارفور ولا مرجان، وانا كناخذهم بزاف مرجان بحكم القرب ديالي المرجان. وكذلك كناخذهم من الكاس، يعني واحد البلاصه اللي كيخصوها مرجان. الاشياء اللي كتباع بثمن منخفض بزاف. وكذلك كاين عند صحاب الهريات، وهنا كنرافق داك الكوان ديالي الصغير. حطيت فيه هاد ميلكا، هاد بسكوي ديال ميلكا، وكذلك هاد لي تخيف ديال الشوكولا صراحه ورائعين، تا هما خديتهم في مرجان. وبالمناسبه بالنسبه لاباج ديالي انستغرام هي هادي نانا شوبينغ اكادير، وكذلك لاباج فيسبوك ديالي نانا شوبينغ اكادير، وكذلك قناتي على اليوتيوب راه هي نانا شوبينغ اكادير. مرحبا بكم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ديالي. وهنا جيت نبارطاجي معكم الهميزه اللي غادي تنفعكم. كما كنعرفوا كل امراه كتبغي تهتم براسها، كل امراه كتبغي ديما تبان انيقه، تبان فيها شي حاجه مميزه. داكشي علاش انا كنهتم بهذا الجانب، وقلت علاش لا ما نعطيكمش واحد شويه من داكشي اللي كنعرف، لان ميمسي كنهتم به ولكن ماشي مولات الدومين، ما كنتعمقش بزاف في المكياج لان ما عندي به واحد الدرايه كبيره. ولكن اليوم قررت انني ناخذ كوموند ديالتي، وانا اللي غنديرها من اوريفلام. يعني دائما كنت كنلتجئ البنات اللي كيبيعوا، ولكن هاد المره قلت لا، خاصني عوض ما نتسنى البنت كذا تجمع الكوموند عاد تجيب ليا، لا علاش ما نكومونديش انا نيشان. فعلا داكشي اللي درت، لقيت السيده اللي سميتها فاطمه، غادي نخلي لكم نمره التليفون ديالها باش تقدروا تواصلوا معها. كذلك سيروا حتى نتوما تسجلوا وتقيدي، علاش لا، علاش ما تسجليش وتقيدي وحتى نتيا يكون عندك هدف في حياتك. البنات شوفوا، باش نكونوا صريحين وواقعيين، كل وحده فينا راه كتبغي يكون عندها واحد المدخول خاص بها. هذا المدخول كتنفع به هي، كتنفع لوليداتها، كدير شي حاجه ما عارفها راجلها. يعني بيان سور كنهضروا على شي حاجه زوينه ما يمشيش بالكم بعيد، ولكن كل مره كتبغي، خصوصا حنا العيالات مبليين بشي حاجه سميتها الماعن، ولا شي حاجه سميتها المكياج، ولا شي حاجه سميتها الحوايج. كل وحده باش مبليه. بحالي انا مبليه بشي حاجه سميتها الماعن، ولا شي حاجه ديال قلب وش قلب. انا كنحماق على هذا الشيء، ولكن بيان سور واخا كيعجبني هكا ما غاديش ننسى هذا الجانب هذا ديال المكياج. وكذلك باش نهتم براسي، والاهتمام بالنفس راه شي حاجه طبيعيه. داكشي اش قررت انني ناخذ منتوجات من اوريفلام كما سبق وذكرت لكم، بلا ما نتسنى لي فوندوز اللي يجيبوا ليا. وعلاش انا ما نشتركش معاهم؟ صراحه وجاتني قضيه زوينه، لاني ما بقيتش كناخذ بالثمن الكتالوج. اهم حاجه انني وليت كناخذ بالثمن باش كيشريو البنات، وهذه بدا نقصت عليا واحد لاصوم لي كبير اللي قدرت انني نزيدو ونعاود نشري به شي حاجه. مثلا كنت مخصصه 200 درهم،
بالثمن اللي كاين في الكتالوج 200 درهم ديال السلعه. لقيت راسي ديك 200 درهم راني جبت بها كتار من داكشي اللي مولفه كنجيب. صراحه عجبتني الفكره بزاف وقلت علاش ما نبارطاجيهاش معكم، وحتى نتيا تشيطي فلوس علاش لا، علاش ما تكونيش مرا جالسه في دارك مقابله وليداتك ومقابله راجلك ومقابله دارك بمعنى الكلمه وكتدخلي 3000 7000 درهم. يعني شفت ناس وصلوا لهاد الصالير، علاش انتي ما تكونيش منهم؟ بما ان خدمه كاينه غير في الدار وكلها كدوز غير بار تليفون، وهذا هو لافونتاج اللي فيها، لان الخدمه كدوز كلها غير بالتليفون، سواء الكوموند سواء ملي كتجيك. يعني عجبتني فكره بزاف، وانا ما غاديش تاخذ مني واحد المجهود لا في التفكير لا في انني خصني ندير هادي، خصوصا غنبقى نكوموندي غير راسي. يعني راسي لعائلتي القريبه مثلا اللي بغى يتقدى شي حاجه ولا شي حاجه اللي قريبه، مثلا الوالده لا فامي عيالات خوتي بحال هكا. صافي هذه هي الفكره اللي عجبتني فيها. وكما قلت لكم اول حاجه كنربح الفلوس، يعني شاطوا ليا الفلوس. تاني حاجه كيكون عندي عروض اللي غنستافد منهم، وكذلك كتجيني لا كوموند طال الدار. لان الفكره انني نمشي باش نتسنى وندفع لا كوموند وتجيني، لا ما كايناش عندي هذيك الفكره. بما ان كلشي غندوزو بار تليفون، المزيد من المعلومات راه كاين الواتساب اللي تقدروا تنضموا ليه وكذلك تستافدوا منه. انا جديده في هذا الدومين انضميت ليهم، وصراحه عندهم استفاده كبيره، وكنتمنى نتوما تدخلوا ليه وتستافدوا وتواصلوا مع مدام فاطمه، لان الصراحه السيده معقوله بزاف وكتنصح وكتوريك الخبايا ديال كل حاجه وكيفاش تقدري تخدمي. والحاجه الاخرى اللي عجبتني البنات هي ان لا كوموند ما كتمشيش عبر شحال من ايدين. يعني من المغازه كتخرج كتمشي للفوندوز كتقيسها، كتمشي مثلا توريها لشحال من وحده لو بغات. يعني كنوريو معرضين الفيروس بغينا ولا كرهنا. هنا كنبارطاجي معكم اشنو خديت البنات. هاد لا كريم زوينه، ماشي كريم ولكن دايره بحال ديودورون اللي كنديرو تحت الابطين. صراحه عجبتني الفكره ديالها، خصوصا ديرها هكا يعني كتكون ساهله، وانا ما كنحملش هادوك ليستيك ما كنحملهمش. يعني هذه عجبتني الفكره ديالها. انا بغيت نبارطاجي معكم بعض المشتريات اللي درت. خديت هذا الحليب هذا اللي ديجا كنت كناخذو كنستعملو فيما كتقاد عليا كنعاود ناخذو، كيعجبني هذا ديال العسل. وكذلك خديت هذا الريحه ديال الجورداني اللي خطيره يا البنات، ومعروفه الجورداني ما كتسنانيش انا نجي ونشكرها سواء ديال العيالات سواء ديال الرجال. وكاينين بزاف في جورداني ماشي غير هاد الماركه، ولكن انا حبيت انني نبدل. وبالنسبه لي بارفان ديال اوريفلام شنو كيعجبني فيهم؟ الصراحه تقال كتعجبني فيهم الريحه ديالهم خفيفه، يعني ماشي دوك الروايح اللي مجاهدين، واخا عندهم الروايح حتى هما مجاهدين ولكن هادو كيعجبوني فيهم. كذلك كاين هاد الجيل انتيم ديال لي فام، يعني ضروري مره هما ما كيتنصحوش بهم طبيا انك تستنجي بهم يوميا، ولكن مره ما فيها باس. كذلك كاين هاد الزيت انا خديته على حساب الشعر واخا هي على حساب الجسم. وكاين هاد الماسك والسكراب، يعني عجبتني فيهم هاد الميزه. واللي حمسني فيه ان فيه الكوكو وفيه الجل ديال الالوي فيرا. هذا شجعني انني نستعملهم. وهاد بيور سكين كما كتشوفوا البنات بزاف كيشكروه، قلت علاش لا ما نجربوش. تنايا لاله راه ما نسيتش راسي من فاراجو هاد لابوس هادي ديال الفاراجو عجبتني. المهم خديتها حتى هي، ولكن الكرايون ديالهم ديال دوما ما عندي ما نقول عليه صراحه زوين بزاف. عجبني كيفاش كيكحل العينين. انا تيستت به وجربت واحد التكحيله في عينيا، خصوصا الا كحلتي الجفن. عرفتي راه ما نعاودش ليك كيفاش كيكحل. عرفتي حتى العينين حتى الا عندك الشرموش راه كيبان تتبان عينين كحله. بالنسبه هاد البطيطه هذه المعجزه كما كيسميوها في اوريفلام البنات، على ما قالت لي السيده بانها كتعالج بزاف ديال الامراض، منهم البواسير منهم كذلك الكزيمه. عجبتني بزاف، وانا صراحه خديتها غير على حساب الفم ديالي هكا باش بالليل نبدا ندهنهم، خصوصا ان فيها واحد الريحه ديال الفريز. هادشي علاش خديتهم. خديت داك الشامبان وخديت دونتيفريس، وكانوا هادو هما المشتريات اللي درت. وبيان سور كما قلت لكم يعني الاقتصاد ثم الاقتصاد. خديت مشتريات اللي نفعني وغادي نستعملهم كاملين ان شاء الله. وكذلك الشهر الجاي مقيده مشتريات اخرين اللي غادي ندفعهم ان شاء الله اوريفلام، باش هكا نستافد كل مره ناخذ شي حاجه. وحتى نتيا لاله الا مازال ما كنتيش مشتركه في اوريفلام، ما عندك غير تنوضي
دخلي للواتساب ديال السيده فاطمه، راه كيما قلت لكم انسانه معقوله وغتواصل معكم وتعطيك الخاطر تشرح لك كيما دارت معايا غادي دير معكم، وهكا غتستافدي انت وتكوني لا مولاتي قاده تدخلي مصروف ديالك تصرفي عليه على راسك وتصرفي على وليداتك وعلى الوالده تخرجيها وتهلاي فيها. المهم عطا الله ما يدار، عجبتني الفكره بزاف لدرجه بغيت نبارطاجيها مع حبابي وناسي اللي هما نتوما. هذا فقط للمعلومه فقط، يعني ماشي انا بويسك حاجه كنستافد منها كنبغي نبارطاجيها مع الناس اللي كنعرف كاملين. وصافي هنا راك جيت كنوري لكم زعما المنتوجات اللي كاينين والحاجه اللي عجبتني بزاف والحاجه اللي بغيت نشري. زعما تحمست بزاف بزاف بزاف، قولوا لي صلاو لي علينا ولكن صراحه تحمست بزاف وعجبتني. الحاجه اللي عجبتني بزاف وانا كنت كنلاحظ انني كنت كنتزرف، يعني كتلقاي ثلاثه د الحاجات كتاخذيهم بثمن واحد، كنت كناخذ غير واحد وانا ممكن ناخذ فيه ثلاثه د الحوايج. هكا راه كتولي انت كتقدي وكتعرفي اسرار ديال هذا الكتالوج، كتعرفي شحال من حاجه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الفكره اللي بارطاجيت معكم، وعلاش لا الا كانوا انا يلاه بديت معهم وعلاش لا ما نبارطاجيش معكم المداخيل ديالي ان شاء الله. وهكا نتوما باش تشجعوا تنوضي تخدمي على راسك وبركه ما نتسناو. كما كنعرفوا رمضان جاي، العيد جاي، بغينا جليبه، بغينا شحال من حاجه. هكا غنقدري تصايبي جلابه ديالك، تصايبي شري لوليداتك، شري الوالده. راه حنا كنعرفوا المصاريف، الله يحسن العوان. الراجل شحال قدو يصرف عليك انت ولا الدار ولا المصاريف، وخصوصا الازمه اللي كاينه دابا ديال كورونا راه ديجا اثرت على الناس بزاف. يعني ما نكذبوش ونقولوا حتى وحده ما اثرتش عليها كورونا، كلنا اثرت علينا سلبيا، ولكن الحمد لله حنا راه مدابزين مع الوقت. وبما ان كاينين بحال هاد فرص العمل علاش لا ما نستغلوهمش، وهكا غادي تكوني مرا وقاده. كنتمنى ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. النمره ديال مدام فاطمه نخليها لكم هنا باش تقدروا تواصلوا معها. وما تنساونيش من لي لايك ديالكم ضروري، لا مازال ما درتي لايك ديري دابا. المهم من بعد ما بارطاجيت معكم البنات الهميزه ولا فرصه عمل لكل امراه، جيت دابا باش نصايب الطويجين ديالي. كنصايبو بهذه الطريقه، وقلت علاش لا ما عمرني بارطاجيت معكم الطاجين ديالي، غنبارطاجيه اليوم كي كتشوفوا معايا. اللحيمه كندير اللحم، الزيت، البصله، الربيع والعطريه. كندير العطريه كامله، ماشي داك النوع اللي يقلي وهذا ما عرفتش علاش ما كيعجبنيش، ما كتعجبنيش العطريه تحرق. وكل واحد طريقته في الطاجين، سبحان الله، كل واحد كيطيب الطاجين وكتجي بنينه. وهنا فاش كيكمل السر ديال الايادي المغربيه. صراحه زعما راه كل دار عندها لذة وشهوه في الطاجين المغربي. المهم اليوم انا قررت انني ندير لهم الطاجين ديال المازي فقط غير بالبصله وشويه البرقوق. تشهيت البرقوق هكا وقلت علاش لا ما نزوقش بالبرقوق. صافي المهم كما كتشوفوا معايا هنا درت البصله ديالي والربيع والثومه واللحم والزيت. هذه البصله الاولانيه، باقي غادي نزيد ان شاء الله البصله الثانيه باش هكا غادي نمونطي الطاجين ديالي. وهنا كنبارطاجي معكم شويه ديال الزعفران شعره. بالنسبه للعطريه راني كلها كناخذها عند ماكبيل، ديجا قلتها لكم شحال من فيديو. ديرنييرمون وليت كنتقدا عندها العطريه لان عندها عطريه زوينه وداكشي علاش كنجيبها. صافي المهم دابا غادي نسد على الطاجين ديالي وغادي نوض زعما راني جالسه غادي نمشي البنات باش نقشر البصله ونوري لكم واحد لاباغاي ولا واحد تخيك هكا كنت خديته عند واحد المحل كيدير بلاستيك كاين في لي زاميكال. صراحه راه زوين بزاف داك المحل. كنت ديجا بارطاجيت معكم لا فيديو شنو عنده لي تريك اللي عنده. لي تريك اللي عنده هذه هي لا ماشين البنات زوينه بزاف، ولكن راه ماضيه. عرفتي الا قلت لكم ماضيه انا راه كنخدم بها بحذر، لان عرفتي شحال من خطره جرحتني. والدمايات اللي كيخرجوا من كيقول لكم الدمايات راه ما تقولوش كان اكزاجيري في الوصف، ولكن راه كترد لكم البصله رقيقه بزاف، يعني زوينه في القطاعه ديال مثلا بغيتو ديروا بيتزا بالخضره راه خطيره يا البنات، خطيره في البصله بحال هكا فوق الطاجين. انا راه كنقرد كنقطعها هكا وخايفه لا ضربني عاوتاني حتى الدقه ديالها حاره بزاف، عرفتي راه ما كتبراش دغيا. المهم هنا استعنت بالفرشيطه صافي شفتها قربات وصل الخطر. بالنسبه للشركه ديال اللي خديت فيها كما قلت لكم المحل كاين في لي زاميكال حدا هذا ديال المتقاعدين اللي كاينين في لي زاميكال. رجعوا غير الفيديو القديم غادي تلقاوه تما. هما
المنتوجات ديالهم كلهم من الشركه ديال روتو. صراحه المنتوجات ديالهم زوينين، البلاستيك ديالها زوين. باقي غنمشي عندها ان شاء الله باش ندير بعض المشتريات على حساب هاد لي بواط ديال البلاستيك خاصني باش ندير منظمات جداد. راه كنعرفوا دابا رمضان قرب، يعني خاصنا نفكروا كيفاش غادي ننظموا، وهكا تجينا حتى الخدمه في الكوزينه سهله. المهم دابا البنات غننتقل معكم السخان الكهربائي كيفاش غادي نقيه. خليته هنا تكون فيه شويه ديال الكالكير، نورمالمون ما كنخليهش انا هاد المده كامله. دائما كنغسلو كنيطوييه. هنا جيت نوري لكم الكالكير اللي تكون فيه. كنتمنى ان شاء الله يكون كيبان لكم. وبالنسبه للمنتوج السحري اللي نفعني، اللي حسن من الخل العادي اللي كنت بارطاجيت معكم، حسن من شحال من الخل. هنا درت غير الماء البنات، ومن بعد غادي ندير لاكارتو. الخل ديال لاكارتو تقريبا كيدير شي 12 درهم ولا 18 درهم، والله ما عقلت على الثمن. المهم غادي نحاول نتذكر الثمن الى المهم شوفوا ما بين 12 درهم حتى 18 درهم، ما عقلش على البخي بالضبط. ولكن صراحه هذا الخل هذا ديال التنظيف راه خطير البنات، كينفع في النيطواياج. هنا كما كتشوفوا معايا البول هذا السخان الكهربائي ديالي ها هو خدمته، وهنا كيطبخ مزيان داك الخل وغنخليه فيه. هو يستحسن انا نعطيكم واحد الطريقه كنديرها، يستحسن انا ملي كندير هاد العمليه غالبا كنديرها بالليل، وكنخلي داك الماء مع الخل هكاك حتى للصباح، عاد كنحيدو باش عرفتي حتى داك الشويه اللي كيبقى د الكالكير كيتحيد، كتلقايه في الصباح محيد. ومع ذلك نوري لكم هنا استيس اخرى الا كنتي زربانه به، باش هكا تعرفوني راه كنبارطاجي معكم كلشي الشاده والفاده. نرجعوا للطاجين ديالنا. ها هو من بعد ما صافي زعما شدات فيه شويه د العافيه. هنا راه مباشره غادي نضيف البصله، لان كما قلت لكم ما كنبغيش تقله. هنا راه كنقاد الكاميرا. المهم البنات غادي باقي نزيد البصله فوق العطريه ديالي وصافي، ونسد عليه ونخليه يطيب على خاطر خاطرو. كما كتشوفوا معايا البصله راه عرفتي ولات بحال الصفا، خفيفه بزاف، وغادي تجي طيب ليك. اول حاجه كطيب مزيان وكتجي معسله، خصوصا ملي كتزيدي عليها البرقوق كتجي خطيره يا البنات. المهم الطاجين ديالي هو هذا، ما كنزيد ليه لا ما لا والو. غنسد عليه، غنغطيه ونخليه ونقص عليه البوطه ونخليه يطيب على المهل ديالو. هنا بالنسبه للسخان الكهربائي ديالي هانتوما شفتوا من بعد ما سالينا. ها دابا حاولت انا نشعل فيه الضو باش يبان لكم. بقى شويه هاد البلاصه اللي شفتوا هي اللي بقات فيها الكالكير، درت ليها غير الخل فقط، ما درت ليه لا ما لا والو. صافي وهكا غادي نحيدو وغادي نغسلو عادي، الغسيل عادي بالتيد وهذا. ومن بعد غادي نخليه يتسخطر. وها هو السخان الكهربائي ديالي رجع بحال جديد، ما فيه والو كالكير، زيرو كالكير البنات. ومهم كنت بغيت نبارطاجيه معكم لان اخر فيديو وريته لكم سولوني البنات كيفاش كديري النيطواياج ديالو. هذه هي الطريقه يا البنات. بالنسبه للطويجين كنعتذر هذه اللقطه اللي قدرت نصور لكم لان حتى حطيته للدراري. وفي العشيه قررت انني نخرج، وبيان سور ما غاديش نبقاو نهار كامل وحنا طيب جمع نظف قري. بما ان العطله كنستغلها ابشع استغلال، كنحاول ندير جولات جديده. هنا اكتشفت واحد المحل اللي كاين في الطريق ديال تسيله، اللي صراحه محل رائع. غادي نحاول نخلي لكم معلومات ديالو هنا باش هكا تقدروا تدوزوا لي. محل اللي رائع، داك الشارع ديال تسيله الليمن تما فين غتلقاو هذا المحل. كما قلت لكم عنده هاد الاواني في الدوغي اللي خطيرين بزاف البنات، عرفتي يحمقوني انا. هادشي ديال بحال الكريستال، هادشي من الذهب، عرفتي كيحمقني انا في البريزونطاسيون، خلاني بلا عقل. والاثمنه راه مهم كاين الثمن، ولكن كاين الجوده. يعني كتحسي بشي حاجه مغربيه، شي حاجه زوينه عندك. خصوصا هاد المبخره هادي حمقاتني. وهادوك صغيورين بحال هادو فاش غادي ديري مثلا تقدري ديري فيهم شويه ديال الفواكه الجافه، كما تقدري ديري لهم فيهم شحال من حاجه. شوفوا لي هادي
هادي ديال البخور. شوفوا لي هاد الفيزان هادو كي دايرين، زعما داكشي عندهم زوينه البنات الضيافر. شوفوا لي هذيك الحطه كيفاش دايره، شوفوا زعما هادشي عنده كلشي زوين، عجبني بزاف. وما غاديش ننساكم لان عارفه رمضان هذا وكل وحده كتقلب على كوكوت ومنهم انا. كاينين هنا الكوكوت ديال الكرانيت اللي صراحه جوده كاينه، وحتى راه البنات راه تقال بزاف. كاينين في هاد اللوينات، كاينين في الكحل وفي الكرونه وفي البيج. المهم انا عجبتني في الكحل. ثمينه ديال 6 يطرو قال لي 750، الاخرى ب 650، وعاد كاينه الاخرى ب 550 على ما اظن. هادو ما اثمنه لا ما غلطش. المهم تتمشيو للمحل وغادي تكتشفوا. بالنسبه لهنا جيت كنبارطاجي معكم بحال الفران ديالي. بزاف البنات كيسولوني على الفران ديالي، ها هو البنات لقيتو عند هاد السيد، وكذلك لقيت عنده الميكرووند اللي صراحه دار لهم واحد الثمن زوين. الميكرووند قال لي 2400 درهم، ها هو. وقال لي لي زوبسيون ديالو زويونين كما كتشوفوا هنا. ان شاء الله نرجع ليه باش ناخذه عنده لان عجبني بزاف. وانا راكم عارفين خاصني ميكرووند في الكوزينه ديالي. وكذلك عجبوني هاد المقالي هادو اللي كيتسدوا بحال هكا، اللي غتقدر دير بهم شوايه. وهنا راه كيشرح ليا زعما الفرق ما بين مقله واختها، حيت سولته على الثمنات وكيجيني الثمن كاين الفرق ما بين الاثمنه. وقال لي هذا هو الفرق، يعني هذه فيها ميد ان ايطالي، هذه ما فيهاش. هذه داكشي علاش غاليه هذه على الاخرى. بالنسبه لهاد السكاكين هادو، راكم هانتوما كتشوفوهم كاينين عصارات، كاين كلشي. على ما اظن السكاكين يمشيو 450 درهم شي حاجه بحال هكا. كاينين ماكينات العجينه، كاينين ماكينات الصابون، عنده كلشي هاد السيد. داكشي عنده زوين، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهش معكم باش هكا نتوما تستافدوا. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم حتى الفيديو، خصوصا اللي وصلت لهاد الدقيقه. كنعرفوا انه متابع وفي، وشكرا لكم. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم والتعليق ديالكم محفزه، وقولوا لي كي جاكم لا فيديو. كنبغيكم بزاف وشكرا للمشاهده. وكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا باي حاجه بغيتوها، وهكا باش تعم الافاده على الجميع، نكونوا مفيدين ومستفيدين.